بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة أول يوم رمضان، عايزة أوريكم الأكل اللي عامله أول رمضان. معلش عشان أنا واخدة بربرد، صوتي رايح خالص. وبقول لكم بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات، فإن شاء الله الفيديو النهاردة يعجبكم. عاملينه سريع سريع كده يعني. النهاردة عاملين ورق عنب، عملنا طاجن ورق عنب، وده اساسي في اول رمضان، لازم الناس تعمل محشي، بس انا اكتفيت ان لازم اعمل طاجن ورق عنب بس. عشان ايه؟ لازم بعمل خضار وملوخيه وفراخ وكده، فبالمحشي ما بيبقاش كتير مطلوب قوي عندي يعني. وعملت من تحت رق بصل ورق قوطه طرنشات، وعملت التسبيكه زي بتاعت المحشي بالظبط. وسلقت ورق العنب وزي ما انتم شايفين رصيته اهو، ولسه في باقي بكمل اهو. دي الكوسه اللي هنطبخها. هوريكم الحاجات التانية برضو. وعاملين فراخ عشان اغلبيتنا في البيت كلنا واخدين برد، وقلت بدل ما اسلق الفراخ واحمره اعمل جزء كده وكده. ده فراخ بيضه، دي وراك عملتها ببصل وقوطه، تبلتها وبعدين ولحت عليها وبعدين هدخلها الفرن. تبلتها بملح وفلفل وتوابل فراخ وكزبره وشطه وبابريكا اهو. وقطعت بصل عليها وقوطه وفلفل اخضر وشويه صلصه وحطيتهم عليهم اهم بيستووا يعني، وبعدين هشغل الفرن وادخلها الفرن. ودي فراخ بلدي سلقتها، وادي الشوربه بتاعتها. وجبت كيس ملوخيه زي ما انتم عارفين دلوقتي، مش اول الملوخيه في السوق مصفره كده ودبلانه، ولو جبتها مش هتلم حتى طبق. فبحب اجيب ملوخيه مجمده دلوقتي، اسمها مونتانا، جميله جدا. فتحت الكيس وحطيتها في شويه شوربه واسيبها تفك براحتها. بعد ما تفك بسخنها وبعمل لها الطش. وده العسل بتاع الكنافه او الجلاش، هو يعني كوبايتين ميه على كوبايتين سكر وبيغلوا، ونعمل له عصره ليمونه بعد الغلي كده جاهز. اسيبه يبرد وبعدين ندخله التلاجة. دلوقتي انا هكمل الاكل وهنرجع لكم تاني ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، رمضان كريم عليكم. دلوقتي هشغل الفرن وادخله الفرن. هندخله الفرن بقى. نحط انا الشوربه دي ندخله الفرن يس. من فوق يحسوا لي تاني عشان يجي ظهر الفرن ادخل. الملوخيه فكت في الشوربه وبسخنها وهنعمل لها الطشه دلوقتي زي ما انتم شايفين اهو. انا بحبها تقيله يعني، انتوا لو عايزه تخففيها تحط شوربه في شوربه ايه هتسخن. وهنعمل لها الطشه التوم اهو. ده التوم الجديد، انا جبته كيلو فرمته في البيت وفرزته في الفريزر وباخد منه. ودي الكوسه برضو عملناها اهي، وقطعنا الكوسه اهي بتستوي. والورق العنب في الفرن، وصينيه الفراخ في الفرن. وده هنحمره تحمير. الفراخ البلدي هنحمرها. الفراخ التانية الوراك عملناها في صينيه في الفرن. نعمل الطشه دلوقتي ونرجع لكم تاني. نقعد نعمل الطشه ونعمل الفله هنا وخلاص هتغلي اهي. نعجنها اهي وارفع عليها، مش هخليها تغلي كتير يا دوب غلوه بس، عشان لسه لما نيجي ناكل هنسخنها. ارفع عليها دلوقتي وانكس اهي. بس الطشه اهي هتحمر، وهحط لها شويه كزبره ناشفه وبعدين ايه احطها على الملوخيه. الطشه ندفع عليها. بسم الله الرحمن الرحيم.
نلطشها وحطينا حبة شوربة على الطاسة بس كده. ورق العنب اهو في الفرن وصينية الفراخ اهي في الفرن، وانا حاطة الصينية دي عشان ورق العنب لو نزل مية ولا حاجة ما يبوظش الفرن. بس كده، والكوسة قربت تستوي اهي شوية ونعمل الرز ونروح نعمل الباذنجان المخلل ان شاء الله. نرجع لكم كده ان شاء الله بعدين. صينية الفراخ خرجتها من الفرن اهي، هي استوت كده بس ايه، هنحاول نشغل على القش شوية عشان تحمر وخلاص كده. شوف دي بتبقى جميلة وطعمها جميل ومتبلة واستوت كده في البصل والصينية وفي التتبيلة اهي. ورق العنب بس لسه في الفرن بياخد وقت عشان ده طاجن، ودي كانت مستوية نصها على البوتاجاز، فورق العنب لسه شوية، ده هشغل عليها الشواية وخلاص كده. يا جماعة عملنا كنافة بالمكسرات، وعملنا برضو شوية بالقشطة عشان في اللي ما بيحبش بالمكسرات اهو. عملت الباذنجان المخلل اهو، انا بقليه بعمل له تومية كمتين صغيرين كده على قرن فلفل وشوية ملح وكمون وكزبرة وليمون وخل وطماطم وقطعة صغيرة كده واقطعها عليه وافرمهم واحطه، وبعد ما اقليه بفتحه الاول بعدين اقليه وبعدين احشيه. وادي الرز اهو، وادي الفراخ اهو البلدي بنحمره، والفراخ اللي في الصينية في الفرن خلاص هطلعه استوى وكل حاجة. وورق العنب والكوسة والملوخية هسخنها دلوقتي ونروح نحضر وهوريكم الاكل كله على السفرة. وكل سنة وانتم طيبين، ان شاء الله يكون اكلنا عجبكم النهاردة. وعايزة اقول لكم من اول ما تشوفوا القناة تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هرجع لكم تاني بعد ما احضر السفرة. سفرتنا بعد ما خلصت يا جماعة، واليوم رمضان وكل سنة وانتم طيبين. معانا الملوخية الخضراء اهي، ورق العنب اهو، ورق العنب والفراخ واللي عملناه في الفرن، والفراخ المحمر لسه هنجيبه، والسلطة والباذنجان، وعملنا الرز والكوسة. وان شاء الله اكلنا يعجبكم النهارده. كل سنة وانتم طيبين اهو. وادي البلح. اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم بقى.